تعالوا أقول لكم إزاي نعمل الصليب الحلو ده في عيد الصليب. أول حاجة بجيب ورقة زي كده وبقسمها ل3 لأني هاخد جزء صغير منها وهو ربع واحد بس منها، وجبت لونين، لون للعرض ولون للطول، وهتني الصفرة هقصها شوية عن الزرق، هخليها أقصر منها بشوية، وبعدين أقسمها نصين وأقسمها كمان نصين، أتنيها بالطريقة دي، وبالتانية ديت هقدر أقسمها النص كده والناحية التانية زيها، وبعدين أقسمها كده وأقسم النص نصين من ناحيتين وأخليها على جنب، وده هيبقى العرض بتاع الصليب. وأجيب بقى الجزء التاني الأزرق اللي عندي زي الصفرة بالظبط. لو لسه ما عملتوش لايك واشتركتوا في القناة اعملوا كده بسرعة دلوقتي، ووصلوا الفيديو ده لكل المتابعين عشان كلنا نعمل صلبان في عيد الصليب. في الزاوية بتاعتها هعملها مثلثين، مثلث الجنب ده ومثلث من الجنب ده، وكل مثلث هفتحه وهدخله لجوه بالظبط كده، أدخله وأعمله زي بوزة، وزي ما هعمل الجنب ده كده هعمل الجنب التاني بالظبط زيه. وبعدين أجيب بقى الجزء بتاعي الأصفر وهو اللي هيبقى العرض، وهشبكها في الأزرق، هشبكها بالطريقة دي وأحطها كده مظبوط، وأتني الجزء اللي فوق وأدخل البوزة جوه الفتحتين، فتحتين الورقة الصفراء، والناحية التانية برضو بالظبط. ممكن نعمل منها أشكال حلوة كتير، وممكن نعملها بلون واحد أو لونين بألوان اللي احنا عايزينها. هنفرح أولادنا قوي في عيد الصليب وهيعملوا زيها وهينبسطوا، إن هي جميلة قوي، شكلها حلو وقيم. أتمنى أكون فدتكم وأشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، كل عيد صليب وانتم بخير.